بويكا بويكا ري ميستيريو. نايمة ايه؟ اول حاجه لازم اتكلم عنها وهي ان مفيش حد اصلا تابع مصارعه او ما بيتابعش مصارعه بيكره ري ميستيريو، لان ري ميستيريو بصراحه هو شخصيه تتحب. عمرك ابدا ما هتكرهه مثلا في وقت من الاوقات. حتى مثلا لما شفته في الدبليو سي دبليو كده كان عامل دور شرير وان هو بقى في تيم والكلام ده كله، لا يا جدعان ده طيب، يعني هو ري ميستيريو طيب كده كده. وطبعا يا جماعه عامل بلور على وشه عشان للناس اللي ما عرفتش شكل ري ميستيريو والكلام ده، اعمل سيرش دلوقتي وهتعرف شكله عامل ازاي، ما تقرفنيش. المهم بقى عاوزين نتكلم عن ليه بنحب ري ميستيريو. خلي بالك من حاجه، السلسله بتاعت ليه بنحب مثلا الفلاني او المصارع الفلاني مش فيديو وثائقي ابدا، يعني في فيديوهات وثائقيه بتتكلم عن مسيره المصارعين دول. انا بس كل اللي بقول لك عليها في الفيديو هو احنا ليه بنحب، سؤال معروف يعني. انا مجرد واحد بتكلم احنا ليه بنحبه من وجهه نظر الشخصيه، عشان في ناس في سوء تفاهم حصل في الفيديو بتاعت ليه بنحب جون سينا، ان في ناس بتقول لي انت ما ذكرتش العداوه الفلانيه، ما ذكرتش العداوه بتاعت رومان رينز وجون سينا. يا جدعان الفيديو مش وثائقي، انا مجرد واحد عادي بتكلم معاك وبدردش. اتمنى ان شاء الله يكون الكلام وصل، واتمنى جدا انكم تستمتعوا بالفيديو ده. في الفيديو ده بالذات ما كتبتش فيها اي سكريبت ولا كتبت فيها اي حاجه، لان الكلام هيطلع من قلبي المره دي، لان انا هتكلم عن كميه نوستالجيا رهيبه جدا في الفيديو ده. مبدئيا كده اكيد اخوك الكبير او انت شخصيا مثلا علقت صوره ري ميستيريو عندك في الدولاب او في الاوضه بتاعتك مره من المرات، يعني دي تقريبا جزء من الديكور اللي في مصر عادي، اللي هو دايما تلاقي اي اوضه لشاب مثلا او لمجموعه شباب ولاد مثلا ولا حاجه، تلاقيه مثلا يا معلق صوره رونالدو يا رونالدينيو يا اما كان في برشلونه وجون سينا وباتيستا وري ميستيريو. ده معروفه عشان ري ميستيريو احنا اصلا كده كده كان في مصر محبوب جدا ري ميستيريو في مصر، لدرجه ان قبل كده طلع اشاعه كانت هبله جدا اقول لكم عليها. لو انت مش مصري هتستغرب جدا من النظريه دي، وهي النظريه بتقول ان احنا كنا مقتنعين واحنا صغيرين ان ري ميستيريو هو محمد هنيدي. ده بجد، لدرجه ان في صور على النت وبتاع ان هو حاجات تثبت ان فعلا محمد هنيدي هو ري ميستيريو وبتاع. وانا كنت وانا صغير بتفرج مثلا على افلام محمد هنيدي اقول يا بس رشيق، محمد هنيدي رشيق جدا بصراحه، ده عشان هو كان قصير وهو كان اشهر واحد ان هو يعني قصير، ومحمد هنيدي قصير، فاللي هو ايه اي واحد قصير كنا نعتبره هو على طول. ايه ده ري ميستيريو، يعني هو بيمثل في مصر ويسافر الدبليو دبليو اي متعاقده معاه عشان يلعب. كانت طبعا نظريه هبله جدا وبتاع، ده في نظريات كتيره وحاجات كده غريبه كانت بتطلع في الوقت ده. وقتها ما كانش في نت يقول لك ان لا، او ان مثلا بيلغي الاشاعات دي، لا احنا في مصر كنا بنصدق اي حاجه بصراحه. فالمهم ري ميستيريو قبل ما يكون محبوب في مصر هو محبوب بره اكتر على فكره، محبوب في امريكا ومحبوب في اي واحد بيتابع مصارعه. الموضوع بالظبط بدا من الاي سي دبليو. وخلي بالك من حاجه، ري ميستيريو قبل الاي سي دبليو هو اصلا كان بيلعب في المكسيك، خد اللقب بالميستيريو ده من عمه اللي هو برده كان بيحمل نفس الاسم، كان اللي هو تقريبا اسمه التنين الغامض او حاجه زي كده مش عارف. هو تقريبا خد الشخصيه بتاعت القناع بتاعته وسمى نفسه ري ميستيريو جونيور او الجي ار يعني جونيور اللي هو الابن يعني. لغايه لما بول هيمن حب ان هو يجيب فعلا مصارعين تانيين. بول هيمن احنا عارفين يا جدعان ان هو اصلا شخصيه مجنونه كده، بتحب تجرب حاجات جديده وتحب تجرب اساليب جديده، مش زي فينس خرا مكمان ده. وشاف فعلا ري ميستيريو وقال ري ميستيريو يعني هو كان مؤدي جامد على فكره، وكان بيلعب مع عمه يعني جنبا الى جنب معاه، يعني لان ري ميستيريو وقتها كان صغير. فبول هيمن خده معاه للاي سي دبليو. فيقوم ايه اللي حصل، ري ميستيريو حرفيا تألق في الاي سي دبليو. وقتها برده كان ايدي جاريرو هناك في الاي سي دبليو برده، يعني بول هيمن تقريبا لم الناس اللي كانوا مشهورين في المكسيك. اتحاد الدبليو سي دبليو بقى كان في وسط الحرب اللي كانت مع الدبليو دبليو اي وقتها، قالت عاوزين مصارعين برده مكسيكيين كده يعملوا جو ويلعبوا في الوزن الكروزر ويت. الدبليو سي دبليو تقوم واخده ايدي جاريرو واخده ري ميستيريو، واكيد مصارعين من المكسيك تانيين بس انا مش عارف اسمهم او مش فاكرهم دلوقتي، فما تدققش يعني يا عم المحنك، انا بركز دلوقتي على ري ميستيريو ما تلخبطنيش. المهم لما الدبليو سي دبليو وقعت مع ري ميستيريو وايدي جاريرو تألقوا جدا برضه في الدبليو سي دبليو، ولا يقل تألقا لما كانوا في الاي سي دبليو، وعملوا عداوات كتيره جدا. واهمهم واشهرهم كان اشهر ماتش ما بينهم اتعمل سنه 97 في عرض هالوين هافك. بصراحه يا جدعان لما شفت الماتش ده ايه السحر ده. في ناس كتير بتقول ان ايدي جاريرو هو بي بلس بلاير. الناس دي يا جدعان بصراحه الناس دي متخلفه كده. انا شايف ان ايدي جاريرو هو احسن مؤدي او ان هو فعلا مؤدي جامد، بس دبليو دبليو اي مش مستغليه ايدي جاريرو ولا ري ميستيريو ولا اي حاجه. لا ايدي جاريرو هو مصارع عظيم وليجند، محدش يقول اكتر من كده، محدش يقول بقى ان هو مصارع بي بلس او ان هو سي. المهم احنا بنتكلم دلوقتي في ري ميستيريو، احنا ليه بنتفرع يعني. لكن بقى كان في حاجه كانت هتاثر عليهم كلهم، كانت في عداوته مع الان دبليو او ري ميستيريو. كان وقتها فريق ري ميستيريو فريق الان دبليو او، واللي يخسر كان هيقلع القناع بتاع ري ميستيريو. وحصل وقلع القناع بالفعل، وشكله زي ما انت شايف كده. يعني انا حسيت بصراحه ان هو شكله عادي، يعني هو شكله صغير بصراحه، يعني تحس ان هو شكله
شكله صغير وزبله في نفسه كده، وتحول الشخصيه المكروهه وبتاع. بس حسيت ليه ان هو شبه دومينيك. يعني هو بصراحه انا حسيت ان ري ميستيريو ودومينيك لما كبر تحسه عامل زي البغل كده، لا هما الاثنين شبه بعض بصراحه. ورويال رامبل اللي فات اللي هي بتاعت 2023 لما دومينيك لبس القناع بتاعت ابوه، بصراحه حسيت انه فعلا شبهه. اللي خلف ما ماتش خالص، بس هو دومينيك بصراحه كسول بيحبش يتعب، ودي اكتر حاجه مضايقاني بصراحه من دومينيك. يعني انت ابوك ري ميستيريو، انت عاوز ايه تاني؟ المهم فضلوا في نجاحات كتيره وبتاع لغايه لما ري ميستيريو رجع بالقناع تاني، ولكن ما رجعش بالقناع في الدبليو سي دبليو، رجع بالقناع في الدبليو دبليو اي. خلاص كانت كسبت الحرب وقتها، وحصل بقى سيناريو الغزو وبلا بلا 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 والكلام ده كله. ولو انت ما تعرفش ايه سيناريو الغزو ده، ان هو عباره يا سيدي عن ان في 2001 فينس ماكمان افتتح العرض بتاع الرو، لقى ان شين ماكمان مسؤول عن عرض النايترو بتاع الدبليو سي دبليو، وافلام بقى كتيره والكلام ده كله، وجاب مصارعين من الدبليو سي دبليو كلهم ان هم اقتحموا يعني القاعه وان هم هيعملوا غزو على الدبليو دبليو اي. ويا ريته ما حصل موضوع السيناريو، يعني يا ريته ما حصل موضوع ستيف اوستن كان مع فريق الدبليو سي دبليو وذا روك كان مع فريق الدبليو دبليو اي، قعدوا بقى يدفنوا في مصارعين الدبليو سي دبليو، يدفنوهم لغايه لما ذا روك اللي هو ممثل الدبليو دبليو اي، وستيف اوستن اللي هو المفروض اصلا ممثل الدبليو سي دبليو بس هو اصلا من الدبليو دبليو اي، بس هو ممثل الدبليو سي دبليو بس هو يعني هو ممثل الدبليو سي دبليو بس هو اصلا مش من الدبليو سي دبليو. فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ اهو ده يا عم السيناريو. ذا روك اللي هو اصلا ممثل الدبليو دبليو اي، ستيف اوستن ممثل الدبليو دبليو اي، واللي هيكسب هيبقى الدبليو دبليو اي هي اللي كسبت. هو سيناريو مش مفهوم انا عارف. وقتها مصارعين الدبليو سي دبليو كلهم راحوا ما عدا ريك فلير ستينج. ما هو ريك فلير على فكره هو هيظهر بعدين في الدبليو دبليو اي، عشان بس الناس اللي بتنطح في التعليقات يقول لك لا ريك فلير كان مع دبليو دبليو اي. يا عم استنى، ما هو وقتها في وقت الغزو ما كانش وقع معاهم، فاهمني؟ فالمهم عروض الدبليو دبليو اي اتقسمت لاثنين، سماك داون ورو. بول هيمن بصراحه كان عنده نظره في سماك داون، وهو بصراحه اللي حل العرض ده، هو اللي خلى العرض ده اسطوره بصراحه. يعني قبل بول هيمن كان سماك داون حاجه، وبعد بول هيمن سماك داون بصراحه كانت حاجه تانية خالص. بول هيمن كان ليه الفضل على بروك نيزلر ان هو يظهر في عروض سماك داون لاول مره، واللي هو هيبقى وجهه الشركه بعدين. انما الرو وقتها كان العصور المظلمه للرو. وقتها كان ايريك بيشوف هو اللي ماسك اصلا عرض الرو، وهو اصلا يعني ما كانش ماسكه هو الحقيقي، لا كان فينس ماكمان، بس هو في الظاهر ايريك بيشوف هو اللي ماسك عرض الرو، بس هو مش ايريك بيشوف هو مسؤول عن اي حاجه، هو فينس ماكمان. ري ميستيريو وقتها كان مع فريق سماك داون. انا مش هقول لك على العداوات اللي هو عملها او العداوات اللي هو دخلها والكلام ده كله، لان اصلا ري ميستيريو كان عارفين انتوا الفيديو بتاع جيف هاردي، ولو انت لسه ما اتفرجتش على الفيديو بتاع جيف هاردي روح اتفرج عليه بعد الفيديو ده. اي حد شاف الفيديو بتاع جيف هاردي كنت بقول ان هو اندر دوج، ان هو مظلوم، وان هو اصلا شركه الدبليو دبليو اي مش عاوزه تدفع فيه خالص، مع انه موهبه ومع انه هو اسطوره ومع انه هو مش عارفه ايه. نفس السيناريو ده بالظبط حصل في ري ميستيريو. ري ميستيريو يعني مع ان طول بتاعه ده ما كانتش عقبه في ان هو مثلا يلعب حلو يبقى مؤدي جامد على الحلبه، لا ري ميستيريو حتى كان كاريزما. بص ري ميستيريو كان كل حاجه بصراحه. فينس ماكمان كان سطحي جدا، فاللي هو اكيد مش هيدفع بواحد او مش هيديله القاب مهمه، لانه اصلا كان يعني قصير وضعيف بالنسبه مثلا للضخام لبروك نيزنر والكلام ده كله، فان هو يدفع لبروك نيزنر احسن ما يدفع ري ميستيريو. انا مش هقدر اقول العداوات كتيره بتاعت ري ميستيريو، بس يعني دخل في عداوه مثلا مع كيرت انجل في السمر سلام بتاعت 2002، دخل في عداوه مع ايدي جاريرو وطولت جدا. بص اقول لك على حاجه، ايدي جاريرو وري ميستيريو لما بيتحطوا في حلبه واحده اكيد انت هتشوف عظمه ما بينهم، فاللي هو ده بدون نقاش يعني. المهم يعني اللي هو دخل في عداوات كتيره، ولكن انا بقول لك احسنهم وافضلهم كان مع ايدي جاريرو كده. ولكن بقى كان في حته كده او كان في ماتش متخلف جدا كنت فاكره، وهي قبل كده كان في ماتش سامر سلام بتاعت 2005، كان المفروض ري ميستيريو ايدي جاريرو، واللي يكسب ياخد حضانه دومينيك. ودي بصراحه من اكتر الحاجات المضحكه جدا اللي هو الفتره دي، اللي هو انت ايه العداوه دي اصلا، لغايه لما حصل حاجه مؤسفه جدا في سنه 2005، وهي ان ايدي جاريرو مات. مش عاوز اقول لكم هو ايدي جاريرو كان ايه في عالم المصارعه بصراحه. يعني ايدي جاريرو مش عاوز اتكلم عنه كتير، لان بصراحه ايدي جاريرو ادى كتير جدا للمجال. انا حتى ما اقدرش ان انا اقول على نفسي ناقد، عشان بس تبقى فاهم. يعني انا بتكلم كمشجع مصارعه، انا مثلا ما بقولش لا انا ناقد مصارعه ومش عارف ايه. يا عم انا بص انا ماليش فيه، انا مجرد واحد يا عم بحب المصارعه وبتفرج على المصارعه. انا بس كل من وجهه نظري ان ايدي جاريرو مش بي بلس، لا هو من فئه الايه. بصراحه ايدي جاريرو كان مؤدي عظيم جدا جدا جدا. ولكن بقى فينس ماكمان عشان يستغل حكايه ايدي جاريرو عمل ايه؟ عمل حاجه من اقذر الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها، وهو انه استغل موت ايدي جاريرو بانه يدفع بري ميستيريو. الموضوع بدا من سنه 2006 اما ري ميستيريو قال لفينس ماكمان اللي انا هفوز الرويال رامبل ده عشان اهديها لايدي جاريرو. الناس كلها عرفت وقتها ان ري ميستيريو هو اللي هيكسب بالرويال رامبل ده. يعني الرويال رامبل كده اتحرقت مين اللي هيكسب.
يكسب، لغايه لما تاهل راسلمانيا على لقب العالم ضد كيرت انجل وراندي اورتن. كان هما الاثنين ثلاثي، يعني كان المفروض الماتش ده كان المين ايفنت، وري ميستيريو على الاقل اتصدر المين ايفنت لاول مره في مسيرته. يعني هو حتى في الدبليو سي دبليو ما تصدرش قبل كده المين ايفنت، كان دايما الان دبليو هم دايما اللي مكسرين الدنيا. خلاص كده. بص لو بتحب النهايات السعيده ممكن تسكيب بقى الحته دي، لان بعديها مأساويات. دخل بقى في عداوه مع جريج كالي، مسخر منه كذا مره، اتمسخر من كذا واحد من بعد ما كسب اللقب ده، وشافوا جاريرو خانه، وفيكي كاريرو مش عارفه عملت له ايه، والكلام ده كله اتبهدل حرفيا. المفروض ان ري ميستيريو اللقب ده هو بيمثل ايدي جاريرو، يعني عارفين يعني ايه؟ يعني هو يعتبر فينس ماكمان استهزأ بري ميستيريو وايدي جاريرو في نفس الوقت. لا صايعه بصراحه يا فينس ماكمان، ضرب عصفورين بحجر واحد. هو من بعد الفتره دي بصراحه حسينا ان هو خلاص بدأ ان هو ينزل تدريجيا في ان هو يبقى وجهه الشركه، انما هو بقى فضل ينزل لميد كارد، لساعات جوبر عادي. يعني هو دايما بيخش الرويال رامبل دايما بيقع، ما بيكملش خالص، لا هو بيشارك كده في الرويال رامبل ويقع كانه جوبر عادي، ولا هم معتبرينه اسطوره ولا هم معتبرينه اي حاجه. بصراحه هم الاثنين مش الوحيدين اللي بيتعاملوا مع الدبليو دبليو بالشكل ده، بان نشوف مثلا تعامل الدبليو دبليو مع سيزارو كان عامل ازاي. بصراحه كان قرار صحيح جدا ان سيزارو يسيب الدبليو دبليو ويروح الاي دبليو، ولكن لازم تراعي ان جيف هاردي وري ميستيريو ما كانش في خيار قدامهم خالص. جيف هاردي على الاقل راح تي ان اي، انما ري ميستيريو هو راح فين؟ هو يعتبر ملوش متوى حرفيا غير الدبليو دبليو. عادي ممكن يكون مثلا ري ميستيريو استحمل، او ممكن يكون هو راضي، يا عم عادي مفيش مشكله، هو راضي بيتعامل الدبليو دبليو معاه. وحته على فكره اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو قصه دومينيك، وان هو مش عارفه دومينيك بيكره ابوه، فكره هم بيعملوا الكلام ده عشان ري ميستيريو ايامه في الدبليو دبليو معدوده، او ايامه كمصارع معدوده. هو اصلا كده يعني هيتحط خلاص في الهول اوف فيم بعد كده، وان هم يكرموه الكلام ده كله، لان هو اصلا هيتقاعد بعد كده. قول سنتين، قول على 2025 يكون ري ميستيريو اعتزل المصارعه نهائيا. فبصراحه احنا مش هنقدر ننسى اي حاجه ري ميستيريو عملها. ري ميستيريو كان محبوب من الناس، ري ميستيريو كان المؤدي الجامد، ري ميستيريو اتظلم كتير جدا في الدبليو دبليو. انت حتى لما هتبص على ري ميستيريو انت مستحيل تكرهه اصلا، يعني انت اللي هو تبص كده هو حتى ما يتكرهش. الاندر دوكس كتير بصراحه، فعشان كده ري ميستيريو وجيف هاردي وسيزارو ودانيال برايم وسي ام بانك، في ناس كتير جدا اتظلموا في الدبليو دبليو. انا ممكن اديك لسته حرفيا مكونه من 5000 مصارع مثلا الدبليو دبليو ظلمتهم، اللي هو يا فينس يا كلب. اتمنى جدا انك تبحث في اليوتيوب مثلا او في جوجل عن مسيره ري ميستيريو، هتلاقي كتير جدا من الماتشات انا اكيد ما ذكرتهاش في الفيديو ده، لان احنا بنتكلم في الفيديو ده احنا ليه بنحب ري ميستيريو. حتى لو احنا شفنا ري ميستيريو مثلا من بعيد او شفناه مثلا في لقاء تلفزيوني ممكن ما نحسش بيه. باختصار احنا حبينا القناع بتاع ري ميستيريو واللي بيعمله ورا قناع ري ميستيريو. اتمنى جدا ان الفيديو عجبكم، وشكرا جدا على المتابعه. لو انت وصلت لغايه هنا فانت بستولي حقيقي يعني، والفيديو عجبك اعمل لايك، لو انت بس مش مشترك اشترك معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.